اهلا بيكم في فيديو جديد. خلاص هيبدا عرض الموسم الثالث من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون، وعملنا فيديو مهم قوي عن كل اللي محتاج تفتكره قبل ما تدخل على الموسم الثالث، وهتلاقي لينك الفيديو ده في الديسكريبشن لو لسه ما شفتوش. لكن في الفيديو اللي فات ده عشان ما يطولش قوي انا ما اتكلمتش عن العائلات المهمه اللي موجوده في القصه، وما اتكلمتش عن اي تنانين خالص ولا تقسيمتهم بين الفريقين اللي في المسلسل. فيلا بينا، انا عبد الله الاعصر، والنهارده هنكمل على كل اللي حكيناه قبل كده، وهنتكلم اكتر عن العائلات والتنانين. الفيديو ده طبعا هيكون في حرق المسلسل هاوس اوف ذا دراجون لو دي حاجه مش واضحه يعني. المهم ندخل في الموضوع على طول. بعد وفاه الملك فيسيريس بينقسم المسلسل رسميا لفريقين، البلاكس والجرينز، فريق الخضر وفريق السود. وخلينا نبدا بالبلاك تيم اللي فيه حاليا رينيرا وديمون وعيالهم، سواء عيالهم سوا او عيالهم من الجوازه اللي قبل كده. التيم ده حاليا معاه دعم هاوس ستارك، وده طبعا هاوس غني عن التعريف، يعني انت اكيد جاي من جيم اوف ثرونز وعارف مين الستاركس كويس. في اول الموسم الثاني بنشوف جيس ابن رينيرا وهو في وينترفيل، وبيأكد دعم اللورد كريجن ستارك والهاوس بتاعه رينيرا. وفي اخر حلقه خالص بنشوف قوات الستاركس وهي بتتحرك من الشمال استعدادا للمعركه. رينيرا كمان معاها دعم هاوس قوي جدا، وهو هاوس فالاريون اللي يعتبروا نسايب من كذا جهه. كورليوس فالاريون نفسه زعيم الهاوس ده، رينيرا كانت متجوزه ابنه في الموسم الاول، ودلوقتي السي سنيك بيحارب معاها بالاسطول والسفن بتاعته. وكمان الاثنين الباسترز بتوع كورليوس ابنائه من خارج الجواز، يعني واحد منهم دلوقتي معاه تنين وجزء من فريق رينيرا، والتاني بقى قائد في اسطول كورليوس فالاريون اللي هنشوفه في معركه في الموسم الثالث. نروح بعدها لمنطقه الريفرلاندز، ودي عندنا فيها 3 عائلات مهم نذكرهم. اول هاوس هناك هو هاوس تالي، ودول يبقوا اهم عيله في الريفرلاندز، ورئيسهم بيتسمى اللورد باراماونت او اللورد الاعلى، واللي تحتيه بيبقى موجود عائلات تانية. هاوس تالي اللورد بتاعهم في بدايه الموسم الثاني من المسلسل بيكون شخص اسمه جروفر تالي، وده شخص عجوز جدا وسنه كبير ومش بنشوفه في المسلسل اصلا، بس بنعرف ان ولاؤه لفريق الخضر. لكن بعد شويه تفاصيل الراجل ده بيموت، وبتنتقل رئاسه هاوس تالي لحفيده اوسكار تالي، وده صغير في السن جدا. وديمون بيقنعه بعدها ان ولاؤه يبقى التيم رينيرا، وده بيحصل فعلا. بعدها عندنا عيلتين كبار برضو بينهم كراهيه وصراع ممتد لمئات السنين من الماضي. العيلتين دول هم البلاك وودز والبراكنز. في الاول بيكون البلاك وودز مع تيم رينيرا والبراكنز مع تيم ايجون، لكن بعد شويه احداث وصراعات وموت لبعض الشخصيات بنوصل في الاخر ان البراكنز بيضعفوا جدا وما بيبقاش ليهم قوه انهم يعارضوا ديمون او البلاك وودز، وبيقبلوا ان هم يخضعوا لتيم رينيرا. فتقدر تقول ان في ناس في الريفرلاندز من جواها مش مقتنعه برينيرا كملكه، بس الصوره الرسميه من بعيد كده ان المنطقه المهمه دي باهم عائلاتها وقلعتها المشهوره هارين هول دلوقتي بيخضعوا لفريق رينيرا. وصحيح كمان قلعه هارين هول دي اصلا بتاعت هاوس سترونج، فكده عندك هاوس تالي والبلاك وودز والبراكنز والسترونجز كلهم في فريق رينيرا، ما عدا شخص واحد طبعا من هاوس سترونج وهو لاريس سترونج. عندنا بقى في منطقه الوادي او الفيل موجود هاوس ارن، وام رينيرا اصلا كانت من الهاوس ده، فالعلاقات بينهم وبين التارجيريانز موجوده من زمان. اما حاكمه هاوس ارن دلوقتي هي ليدي جين ارن، واللي متحالفه مع رينيرا، وده في مقابل ان رينيرا تبعت حد بتنانين يعيش في الفيل ويحميه من اي اعداء. لكن رينيرا بتبعت رينا تارجيريان والاتنين اخواتها الولاد الصغيرين، ومعاهم تنين صغير جدا وشويه بيض تنانين لسه ما فقسش. فيعني ليدي جين ارن بيخيب ظنها شويه في المسلسل، لكن مش بتتخلى عن دعم رينيرا. ودي كده تعتبر معظم العائلات الكبيره المعروفه اللي مع تيم رينيرا. في عائلات كبيره مش واخده جانب معين في المسلسل، يا اما ما اتذكرتش اصلا، زي هاوس جراي جوي وهاوس مارتيل وهاوس تايريل وغيرهم. دلوقتي نروح للفريق الاخضر ونبدا باهم حلفاء الفريق ده، وهو هاوس لانستر، واللي بيحكموا دلوقتي 2 اخوات توأم وهم جيسون لانستر وتايلاند لانستر. جيسون لانستر هو قائد الجيش والحاكم الفعلي لقلعه كاستلي روك، وتايلاند يكون عضو في السمول كونسل بتاع ايجون الثاني بعد ما اعلنوه ملك، وهو اللي بنشوفه في الموسم الثاني بيروح يعمل تحالف مع التراياركي عشان يحاربوا مع فريق ايجون بالسفن والرجاله بتوعهم. تاني هاوس معانا هو البراثيونز، واللي ولائهم للفريق الاخضر من نهايه الموسم الاول، وده لما ايموند راح لبوروس براثيون وعرض عليه انه يخلي ولاءه لايجون مقابل صفقه سياسيه، وهي ان ايموند فيما بعد هيتجوز واحده من بنات بوروس براثيون. ومن ساعتها البراثيونز في صف الجرينز وما شفناش ليهم دور قوي في الموسم الثاني. كمان عندنا طبعا هاوس هاي تاور اللي بكل افراده في صف الخضر طبعا، وعلى راسهم اوتو هاي تاور اللي كان الهاند اوف ذا كينج لمده سنين، ودلوقتي هو محبوس وما نعرفش مكانه فين بالظبط. كده نبقى عدينا على اهم اسامي العائلات الكبيره اللي اتذكرت في المسلسل وولائها لمين. وفي اسامي تانية بس مش كبيره قوي ومش مهمه جامد في الاحداث، يا اما ناس ما اتذكرتش اصلا، ولو انا نسيت اسم هاوس مهم فكرني بيه في الكومنتات. وصحيح انا اكتر واحد في الدنيا انتقدت الموسم الثاني من المسلسل، وما زلت على رايي على فكره، انه مليان احداث كتير فيها حشو وتضييع وقت في كلام فاضي كتير قوي، واحداث غير منطقيه وتهميش لشخصيات كانت مهمه، وبص كل حاجه ممكن تقول عنها زي ما تقول. بس لو هختار لقطه واحده بس حبيتها في الموسم ده هتكون في نهايه الموسم خالص، لما كل هاوس من اللي ذكرناهم بدا يجمع قواته ويتحرك بيها، وبننتقل من مشهد لمشهد على موسيقى كل هاوس فيهم المعروفه، سواء الستاركز او اللانسترز
او التارجيريانز او غيرهم. المشهد ده حلو الصراحه، بحبه. نروح دلوقتي للتنانين اللي معانا عند نهاية الموسم الثاني، ونبدأ برضو بفريق رينيرا، وأول واحد فيهم هو رينيرا نفسها وتنينها موجود واسمه سايركس، وعندنا بعدها برنس ديمون تارجيريان وتنينه اسمه سيراكسس، وعندنا برنس جيسيريس فالاريون ابن رينيرا والتنين بتاعه اسمه فيرماكس، وعندنا بقى الثلاثة الباسترز الجداد اللي بقوا معانا بعد خطة رينيرا ان الباسترز بتوع التارجيريان يجوا ويجربوا التنانين اللي ملهاش راكب وكده. فبقى عندنا بعدها ادم اوف هال، وده الباسترد بتاع كورليوس فالاريون وتنينه هو سي سموك، وده كان زمان يخص لينور فالاريون. وعندنا هيو ذا هامر وتنينه اسمه فيرميثور، واحد من اقوى تنانين التارجيريانز، وكان في يوم من الايام ملك الملك جيهيرس. وعندنا كمان شخص اسمه اولف وتنينه يبقى سيلفر وينج. عندنا بقى كمان الاثنين بنات ديمون، اول واحده هي بيلا تارجيريان ودي تنينها بنشوفه في الموسم الثاني واسمه مون دانسر، واختها رينا تارجيريان ملهاش تنين في القصه لحد نهايه الموسم الثاني، لما بنشوفها في اخر لقطه خالص في الموسم بتقابل تنين جديد غالبا هيكون تنينها بعد كده. التنين ده هيتعرف باسم شيب ستيلر. وبكده تيم رينيرا بينهي الموسم الثاني وهو معاه 8 تنانين جاهزين للحرب في اي وقت. اما مع فريق الخضر عندنا 4 تنانين، منهم تنين واحد بس هو اللي بالفعل خاض حرب قبل كده. اول حد معانا في الفريق ده هو ايموند تارجيريان، والتنينه بتاعته هي فيجر، اضخم تنين في المسلسل كله وعمرها كبير جدا، وقتلت تنانين بالفعل قبل كده ومخيفه طبعا قصاد اي منافس تاني. عندنا بعدها ايجون واللي التنين بتاعه اسمه سان فاير، والتنين ده بيتصاب اصابات شديده جدا في معركه روكس ريست في الموسم الثاني. ما بنشوفش موتة رسميه للتنين ده، لكن هو 100% مش هيعرف يحارب تاني. واصلا ايجون نفسه في اخر حلقه في الموسم الثاني بيقول حرفيا ماي دراجون از ديد، او بيفترض كده، فهو بالنسبه لنا المفروض التنين ده قصته انتهت او مات خلاص. تالت تنين معانا اسمه دريم فاير، وده تنين هيلينا تارجيريان، لكن هيلينا ما بتحبش تركب تنينها اصلا وعمرها ما حاربت بيه قبل كده خالص. حتى ايمون ده كان عايز يجبرها انها تركبه وتحارب بيه بعد ما شاف كميه التنانين اللي بقت مع رينيرا، بس هي بترفض تعمل ده. بس ما زال التنين ده اوبشن معانا برضه، ما نعرفش ايه اللي هيحصل معاه. اما التنين الرابع والاخير المفروض ان اسمه تيساريون، وده تنين اخوهم الرابع اللي ما شفناهوش في المسلسل لحد دلوقتي، لكن تم ذكره هو وتنينه. اخوهم الرابع ده اسمه ديرون تارجيريان، ومتربي في المدينه بتاعه الهاي تاورز مش في كينجز لاندنج اصلا. وبكده يبقى عندنا 8 تنانين فعليا مع رينيرا، او في اسوأ تقدير 7، وعندنا 4 مع فريق الخضر مفيش منهم غير تنين واحد بس اللي شفناه بيحارب قبل كده. وبس كده يبقى غطينا كل المهم اللي محتاج تفتكره بخصوص العائلات الكبيره والتنانين قبل ما تدخل على الموسم الثالث. ولو عندك اي سؤال او انا نسيت اي حاجه اكتب لي في كومنت وانا بقرا كل الكومنتات. وطبعا لو وصلت لحد هنا احب اشكرك جدا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو تحب تشوفني تاني اعمل سبسكرايب، وهتلاقي لينكاتي كلها في الديسكريبشن. وبس كده، سلام.